تعال اما اقول لك النصايح اللي هقولها ليك انت تتعلم منها وتستوعب. الست او البنت او حبيبتك او خطيبتك او مراتك، اي حاجه من اللي انا قلتهم دول خلي بالك من الكام نقطه اللي انا فاهمهم لك دول. ليه بقى؟ لو انت الحياه معاك عاديه، الحياه خد ودي بشكل ودي، مفيش بينكم مشاكل ولا اي حاجه، وحصل فيه تغيير وحاسس ان فيه تغيير، خلي بالك الحتت دي لازم تتبنى عليها نقط كويسه قوي، عشان ما تجيش تقول هي سابتني ليه او سابني ليه. لازم تفهموا اللي ادام في تغيير بسيط هيحصل قلبان كبير قوي. ادام انت متجوز، خاطب، بتحب، الحاجات دول كلهم لازم تخلي بالك منهم كويس. ادام في تغيير يبقى في حاجه في حياتهم اتغيرت. انت مفيش حاجه في حياتك اتغيرت، بس في تغيير من عندهم هم. ممكن يكون انت مش مستوعب بالكلام اللي بقوله، بس لو انت دققت كويس هتعرف اللي انت ممكن يكون مؤثر في حاجه، اهتمام مثلا، مؤثر بفلوس، مؤثر اللي انت مش واخد بالك منهم، مؤثر في حاجات كتير لازم تخلي بالك انت منها. عشان الحاجات دي لو انت مش مخلي بالك منها وحسيت ان في تغيير وانت بتقول لا في تغيير، لا في حاجه، لا في حاجه، وانت مش عارف ايه هي، انت اللي اساسا مؤثر مش هم. ليه؟ ادام هم في تغيير بسيط بسيط يبقى انت يعني اهتمام، فلوس، تخلي بالك منهم، ما بتسالش عنهم، حاجات كتير قوي لازم تخلي بالك من الكام نقطه دول، عشان ما يحصلش قلبان كبير قوي وفي الاخر تقول هي سابتني ليه، هي طالبه الطلاق ليه، هي ما بتحبنيش ولا فيش. فاهمين؟ احلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام.